فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أحبابي طلاب الصف الثالث الإعدادي مع التلت الثاني من الوحدة الثانية في الترم الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها التناسب المتسلسل، شبه المسلسلات الأجنبية والتركية بتاعة الحريم كده، وبتلاقي دايما الحلقة اللي فاتت بتتكرر بنسبة 70% في الحلقة الجديدة. ازاي يا مستر والكلام ده؟ يعني انت بتلاقي مثلا لو معاك التناسب ألف على ب، فده آخر حاجة خلصت، هتلاقيها أول حاجة برضو بتبدأ، ويفضل المسلسل شغال عليها كده شويتين ثلاثة. فالدرس بتاع النهارده بيقول لي إذا كانت الباء وسطا متناسبا بين الألف والجيم، نفس اللفظ لو قال لي ألف وباء وجيم في تناسب متسلسل، تمام، أفهم من كده إن ألف على باء بتساوي باء على جيم بتساوي الميم. أما لما تيجي يا شباب في حتة إن أنت عايز تعوض عنهم، دائما بتبدأ التعويض من جهة اليسار، وبتقول لها أنا قدك وأس، يعني الباء بتساوي جيم ميم، أما الألف قدها وأس، يعني جيم ميم تربيع. الكلام ده مهم. لو ضربنا طرفين في وسطين فهتلاقي إن الباء تربيع بيساوي ألف في جيم. تمام يا مستر، دي سهلة وإحنا عارفين. الباء في باء بباء تربيع في ألف جيم، فده معناها إن الوسط تربيع، الباء تربيع عبارة عن الألف في جيم، الأول في الثالث. تمام. أهم الأمثلة يقول لي اوجد الوسط المتناسب بين الثمانية والاثنين والثمنتاشر. فالوسط المتناسب اللي هو أنا عارفه يا مستر، يعني الباء تربيع بيساوي 2 في 18 اللي هو 36، فالباء بموجب أو سالب 6. أما لو كان مديها لي يا مستر هنا الستة وقول لي اوجد الثالث المتناسب، فبفهم إن ده الأول وده الوسط، ربع على الاثنين فيديك ال 18. أهم المسألتين اللي في الدرس ده تدريب بيقول لي باء وسطا متناسبا بين اثبت أن، هقول له بما أن واكتب الكلمتين دول تاني كمان مرة، وسطا متناسبا، يبقى إذن ألف على باء بتساوي باء على جيم بتساوي ميم، والباء بتساوي جيم ميم، والألف قدك وأس جيم ميم تربيع. وبدم فيها أثبت يا مستر حضرتك معلمني، بكتب الطرف الأيمن الطرف الأيسر، إذن الطرفان متساويان، وهقفش على طول في الطرف الأيمن. يلا بينا. الطرف الأيمن فيه ألف اللي هي بكم؟ برافو، جيم ميم تربيع ناقص باء اللي هي جيم ميم على باء اللي هي جيم ميم. هلم يا مستر العامل المشترك فوق هلاقيه جيم ميم، واتبقى معايا ميم ناقص واحد على جيم ميم. يا سلام، ده أنا لقيت الجيم ميم فوق وتحت هيطيروا مع بعض، والطرف الأيمن يبقى كده فيه ميم ناقص واحد. همسك يا مستر الطرف الأيسر وابدأ أحل. الطرف الأيسر ألف ناقص جيم، الألف عندي بجيم ميم تربيع ناقص جيم، سيبها جيم على باء، الباء يا مستر اللي هي جيم ميم زائد جيم. ابدأ بقى عوض كده وخد العامل المشترك بتاعك من فوق هتلاقي الجيم، ويتبقى معاك ميم تربيع ناقص واحد، وتحت تاخد الجيم فتبقى ميم زائد واحد. يا مستر طب ما كده الجيم هتروح مشوار مع بعض، ولكن لسه المسألة ما بيقولش شبه بعض عشان دي ميم ناقص واحد. أيوة حبيبي، فاكر انت بقى الفرق بين مربعين؟ فاكر دي يا مستر حضرتك كنت بتقول لي اني بفتح قوسين مرة بالموجب ومرة بالسالب تحليل فرق بين مربعين. أول ما تشوف يا شباب في المسألة ميم تربيع ناقص واحد دي على طول حولها إلى قوسين، مرة بالموجب ومرة بالسالب. دي مهمة 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 مهمة. هتلاقي مستر ان الموجب بتروح مع الموجب وتبقى معايا بس ميم ناقص واحد اللي هي الطرف الثاني، إذن الطرفان متساويان. آخر واحدة بقول لي اثبت ان الباء تتناسب، الباء وسطا متناسبا ما بينهم. ازاي يا مستر؟ يعني عايزك تثبت ان ألف على ب بتساوي باء على جيم، او انك تثبت ان ب تربيع بتساوي ألف جيم. طب اجيبها ازاي والشكل ده مش لطيف؟ دائما طرفين في وسطين،
وهتلاقيها اتحلت. باء تربيع في جيم هتبقى باء تربيع جيم بتساوي ألف في جيم تربيع بألف في جيم تربيع. ماذا تلاحظ؟ هلاحظ ان الجيم دي هتطرد مع التربيع اللي هنا، يبقى الباء تربيع بيساوي الألف جيم. يبقى إذن الباء وسطا متناسبا بين الألف والجيم. خلصت المسألة. بس فانت مسائل شبه كده ما تكشش منها، دائما توكل على الله، خليك كلك ثقة في نفسك وفي المذاكرة اللي انت ذاكرتها. الدرس بكل بساطة يا شباب، وسطا متناسبا يبقى ألف على ب بيساوي باء على جيم. الحد الوسط الأوسط ده تربيع بيساوي الأول في الثالث، فلو طالبوا منك هيبقى موجب أو سالب جذر الأول في الثالث. تمام؟ خلي بالك قدها وقص. نروح نصلي الظهر. أتمنى أشوفكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.